برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيوف فقرتنا 2 من المواطنين المصريين بدرجة مرشحين لرئاسة الجمهورية ضمن قائمة على ما يبدو انه على ما يكون اوان الانتخابات هتبقى قائمة طويلة عريضة، وبالتأكيد دي ظاهرة صحية إلى حد كبير. القاسم المشترك بين ضيوفنا النهاردة انهم اولا من اصغر المرشحين سنا ان ما كانوش يعني اصغرهم على الاقل لحد دلوقتي، وثانيا انهم من اصحاب الخلفية العلمية اللي ليها بعد اقتصادي ما انعكس الى حد كبير على الملامح الرئيسيه لبرامجهم الانتخابيه المحتمله. اسمحوا لي ارحب بيهم دكتور ماهر هاشم، خبير واستشاري الدراسات الاداريه والاقتصاديه وعضو هيئه التدريس بالكليات العسكريه ومعهد نظم المعلومات والمرشح للرئاسه. دكتور صادق رضوان، الخبير الاستشاري في تطوير الدول الناميه والمرشح بالتاكيد للرئاسه. ودكتور صادق ودكتور ماهر، برحب بيكم. واسمحوا لي ابدا بسؤال: من انتم؟ بالتاكيد مش بصيغه القذافي، لكن من حق المواطنين اللي ممكن يجي عليهم يوم ويقفوا قدام صندوق الانتخاب ويقرروا ان هم يدوا لحضراتكم اصواتهم، انهم يعرفوا انتم مين. دكتور صادق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن مصري عادي طبعا، 46 سنة، رئيس المكتب الاستشاري سيداس الألماني المتخصص في تطوير وطن ونجاح الدول النامية ووضع الخطط الاستراتيجية لهذه الدول النامية وبالأخص في دول أفريقيا والشرق الأوسط. دي جزئية هنتوقف عندها بالتأكيد. أكيد طبعا، لأن لنا سابقة أعمال يعني الحمد لله مميزة، وعضو الوفد الألماني في تطوير هذه الدول بصفة دائمة. يعني عايش في مصر؟ عايش في مصر وعايش في ألمانيا الحمد لله، وبسافر واجي على طول، ومفيش عندي أي مشكلة الحمد لله، لأن دي بلدي وأنا بدأت إنسان عصامي يعني. طيب. يعني الحمد لله رب العالمين، تاريخ طويل يعني مش تاريخ بسيط، بس الحمد لله هنعرفه في السياق أكيد إن شاء الله. دكتور ماهر، تعريف والله هو أنا مش غريب عليهم وعلى التحرير وعلى الشباب وعلى الثورة، فده التعريف اللي هو البسيط: مواطن مصري حاسس بمشاكله، مريت بمراحله المختلفة سواء بوضع الوظيفي السابق أو الحالي أو تواجدي الدايم بينهم. ده التعريف البسيط، تعريف المواطن. لكن هم من حقهم يعرفوا الديتيلز الباقية اللي هي التفاصيل التانية، عشان يبقوا يعرفوا أكتر على مين اللي بيأيدوه ومين اللي بيقولوا احنا وراك لحد ما نوصل لهدفنا والحاجات دي. اسمي ماهر محمد كامل هاشم، اتولدت سنة في 15/9/66 بالبحيرة. لطبيعة عمل الوالد السابقة كان في وزارة الزراعة، يعني انتقلت في عدة محافظات بحكم عمله الوظيفي. ده جعلني أكتر ارتباطا بالطبقات الوسطى والناس المهمشين واللي تعبانين. دخلت الكلية الحربية، ومن يوم ما دخلت الكلية الحربية لحد النهاردة في دراسة مستمرة. حبيت الاتجاه بتاع الفيزابيليتي ستادي، دراسات الجدوى وإدارة المشروعات، وتطورت بعد كده المشروعات القومية بهدف استفادة المواطن البسيط اللي أنا كنت بتعامل معاه 18 أو 20 يوم، مش هنقول بداية التحرير بس، الميادين المختلفة. نقطة أحب أضيفها: أنا متزوج وعندي 3 أولاد، ولدين وبنت، محمد وعمر ورولا، ودول عيشتهم في وسط الشعب عادي، في وسط مش ولاد حتى موظف، يروحوا النادي، اي نادي عام يلعبوا رياضه، ومن الصبح من صلاه الفجر لحد بيناموا وبيمارسوا حياتهم الطبيعيه عشان يحسوا بالراجل اللي بيشتروا منه الفول الصبح وهكذا. هو المهم يعني انه بعد تولي الرئاسة يفضلوا عايشين نفس هو ده طبيعي، عشان كانت معظم الرؤساء قبل ما يتولوا الرئاسة كانوا عايشين حياة طبيعية. هي كانت نقطة البداية. العبرة بما فيما بعد. ارتباطي أما بدأ بالثورة بعد خروجي من للتقاعد، خدتهم كأسرة. حضرتك خرجت للتقاعد للاشتراك في الثورة؟ مش فاهم. خرجت للتقاعد 25/12/2010.
كان ليا اهدافي الخاصه ان انا طبعا احققها واحقق لهم طموحهم بقدر التعليم والخبره اللي انا مريت بيها والحاجات دي. لقيت في افضل ان انا ادي للام اللي هي امنا كلنا اللي هي اللي ولادها جعانين وحصل فيهم كتير قوي على مدار 30 سنه واكتر. فكانت بدايتي، خدت ولادي وزوجتي قلت لهم تعالوا نروح ميدان التحرير. قابلني شاب اكيد اذا كان عنده تلفزيون ولا حاجه يكون سامعني دلوقتي، طبطب على كتف ابني قال له باباك ده كان ضابط في القوات المسلحه على راسنا، بس احنا هنحقق اللي هيتكلم عليه التاريخ، هنغير تاريخ مصر. سالني سؤال لابد ارد باجابه صادقه، قال لي انت متاكد ان ده يحصل؟ نزلت محمد وعمر قلت لهم بص، قلت له هيحصل علشان انتم ايد واحده بعقيده عندكم مبدا عايزين تعملوا حاجه لمصر، هيحصل. في اللحظة دي كان قرار أو النية للترشح بدأت تظهر؟ لا، ولا النية للترشح دي بعد أذكر في الصورة دي وأنا في وسط الراجل ده، أنا ما أعرفش اسمه، الراجل ده وإحنا في اللحظة دي بالظبط. الصورة دي بتجمع الفئات دي، يعني نقولها سيمفونية. آدي راجل مواطن بسيط واضح، راجل مواطن متوسط، وراجل على ما يبدو ان هو استاذ جامعه او مدرس بيهتف معانا وبيغني والحاجات دي كلها وسط النار. الراجل ده قال لي تصدق انا نفسي بقى يعني لو هموت بكره عايزك تبقى رئيس الجمهوريه دي. قلت له ليه؟ قال لي انا سمعت ان انت كنت بتتكلم مع حد وانت راجل متعلم وعندك خبره ونفعتنا بخبرتك اللي فاتت في ساعه موضوع الجمل ومخاض الجمل والحاجات دي. دي اول كلمه جت في ذهني بعد ما ربنا نصر مصر، ومش هنقول نصر الشباب بس، نصر مصر. فعلا لقيت المطلب بيزداد بيزداد بيزداد. طبعا كان في معارضات ان موضوع الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه منصب سامي وعايز مصر 100% وبيقاتل. يعني هو بغض النظر عن يعني ما اعرفش اسميها ايه، علامه مثلا اللي حصلت في ميدان التحرير او المطالبات، لكن بالتاكيد في يعني اسباب معينه واهداف معينه خلتك تاخد القرار. بس خليني ارجع للدكتور صادق